28 مباراة ب 24 انتصار و3 تعادلات وهزيمة واحدة. يا كارلو يا كارلو. لوكا مودريتش الذي شارك في دقائق. كارلو أنشيلوتي يتلقى التحية، يعادل زين الدين زيدان، وهو الذي قال في زيدان كلاما ساحرا يستحقه في الوقت الذي يستحق فيه كارلو أنشيلوتي إنصافا. رجل الدوريات الكبرى، رجل بطولة الأبطال، رجل الألقاب والبطولات، رجل الحلول، المدرب الذي تشعر أحيانا بأنه فقد السيطرة فيقلب الطاولة كلها بعد ذلك على الجميع. إنه كارلو أنشيلوتي بالتأكيد. خوسيلو يحصل على لقب في عمر 33. بإمكانك أن تضع بصمتك ولو في عمر متأخرة. واسألوك خوسيلو الآن فينيسيوس في ليلة من ليالي العمر، في ليلة بالنسبة لفينيسيوس ستبقى تاريخية. فينيسيوس كان يحتاج لليلة كبيرة. مرة في عبارة تقول: لا شيء ينجح كالإفراط. أحيانا أنت تحتاج إلى أن تقدم نجاحا فيه من الإفراط ما يصل بك إلى المرحلة التي تستحقها، إلى التواجد، إلى الثقة، إلى المكانة، إلى أن تملأ هذا القميص كما يجب. نعم، هذه المرحلة يا فينيسيوس بهاتريك في مباراة كمباراة الكلاسيكو. فالفيردي هو الآخر. تشواميني يحصل على ميدالية، كامافينجا يحصل على ميدالية. بالتأكيد لاعبين بعضهم سبق وأن حصلوا على السوبر، ولكن بعض اللاعبين الآن تتاح لهم أيضا بطولة السوبر الأولى. بيلينغهام سوبر أول للسوبر بيلينغهام بكل تأكيد. الآن نشاهد ناتشو يحصل على هذه الميدالية، والآن شوف الوقت اللي مر فيه، والآن ناتشو هو الكابتن. ذهب راموس. الآن عليك أن ترفع هذه الكاس، إنها 13 بتوقيت الميرينكي. عليك أن تذهب بها. أنت تعرف ما عليك فعله، أنت تعرف القصة كلها. نعم، وكل من ينتمي إلى مدريد يعرف الحكاية كلها. الآن في هذا التوقيت، في هذه اللحظة، الريال بطلا للسوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخها. ريال مدريد سوبر إسبانيا، كبير أوروبا. ريال مدريد بلقب آخر وبطولة أخرى وهدف يتحقق. ريال مدريد لا يوجد أهداف غير قابلة للتحقيق. ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني هنا في الأول بارك في العاصمة الرياض. ليس من السهل أن تكون الوصيف، ومن الصعب دوما بأن تبقى الأول، ومن المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. من المستحيل أن تكون ريال مدريد. مبروك يا كارلو، مبروك يا ميرينكي، مبروك لكل عشاق الريال الملكي. لقب آخر وبطولة أخرى وفرحة أخرى. كل الكلمات تكررت، كل المنصات تكررت، كل الألقاب تكررت، وهذا الملكي لا يمل ولا يكل ولا يقف ولا ينتظر ولا يشبع ولا يكتفي، ويبحث عن بطولة أخرى بمجرد أن انتهى من بطولته الحالية. هل أذكركم لديكم ديربي في كأس الملك بعد 4 أيام؟ هل تعرفون ذلك؟ احتفلوا اليوم، غدا يوم آخر سيكون لكم فيه موعد آخر تبحثون فيه عن الاحتفال. تنظيم رائع جدا لهيئة الرياضة لبطولة السوبر الأسباني، احتضان هذه البطولة بشكل رائع. كانت أوقات ماتعة جدا، ساحرة جدا في العاصمة الرياضية في هذه الأيام. الرياض والتي تحتضن هذا السوبر وتنظمه وتخرجه بهذه الصورة وبهذه اللوحة. شكرا لكل من ساهم في هذا.